انت مش متربي. التربيه في البيت والتربيه بره البيت. انا دام ربيت كده يبقى هو الناس كلها المفروض تربي كده. دي مش طريقه تربيه حديثه. اللي خدناه واحنا بنتربى هيطلع بشكل لا ارادي واحنا بنربي. حصل لنا كلتشر شوك رهيبه. كل ما بتعرف حاجه كل ما بتفقه ان انت لا تعرف. يا ترى هبقى الام الحلوه اللي بيقولوا عليها دي ولا مش هعرف؟ ده لازم ينام الساعه 7. ازاي اربيه تربيه كويسه وفي نفس الوقت ما اجيش على نفسيته يعني. ايه الرساله اللي انت توجهيها لكل اب وام؟ كده كده هنتخانق، ولو اتنين على علاقه وما بيتخانقوش يبقى في حاجه غلط. هنغلط وهنصلح الغلط، دي مهمه قوي. عن سؤال. انا عندي سؤال. ملناش دعوه بصح وغلط، لينا دعوه بكلمه التربيه حاجه صعبه جدا 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 جدا. تسمعها في افلام كتير، انت مش متربي. بس هي يمكن اصعب من كده بكتير. وصعب قوي ان احنا نواجه الناس ونقول لهم انت بتربي غلط على فكره، ودي مش طريقه تربيه حديثه. بس يعني ايه اصلا تربيه ويعني ايه حديثه؟ فالنهارده معايا ضيوف هم مربيين عن خبره، وفي مربيين عن خبره وعلم كمان. فاحب اعرفهم. محمد هشام، اهلا بيك يا طارق. فرصه سعيده جدا. انا منورني. اللي بعيد بقى هاي فايف في السماء. ازيك يا طارق؟ احمد ابو العلا. محمد، أنا اخبارك كويس. ايه؟ كله حلو؟ الحمد لله. الحمد كله لله. حلو. منورني. الله يكرمك. داليا سرحان، هاي اخبارك؟ كله تمام الحمد لله. داليا سرحان يا جماعه، هي اللي عندها العلم اللي كنت بقول لكم عليه. مش الحديثه والحاجات اللي بنسمعها على التيك توك دي، بس محتاجينه. محتاجينه جدا جدا. اتمنى يعني اكون هذا الشخص يعني. ان شاء الله هيبقى حوار جميل. واحب ابتدي بيك. ايه قصه محمد هشام والتربيه الموضوع والله كبير قوي عندي. انا عموما مبدئيا انا محمد هشام، 30 سنه. اتولدت وعشت في السعوديه. عشت حياتي كلها في السعوديه، يا دوبك نزلت مصر بس في الجامعه. الحياه بتاعتي كان فيها تشالنجز كتيره جدا مريت بيها عن طريق التربيه في البيت والتربيه بره البيت. يعني انا في البيت، احنا عشت السعوديه زمان كانت اكترها في البيت، نفضل قاعدين بقى في البيت، اعمل كذا ما تعملش كذا، قوم روح صلي، قوم ذاكر دلوقتي، قوم. دايما في البيرنتس عموما، الاب والام اللي قاعدين بيبقوا شايفين انت بتعمل ايه، غير التربيه اللي كانت موجوده في مصر هنا تماما على وقتنا، في الوقت اللي احنا كنا فيه يعني. فوصلنا لفتره 13 سنه بدينا لا خلاص انت لازم تروح المدرسه لوحدك. اوكي هروح المدرسه لوحدي، طب بنزل بمشي، انا اوريدي في بلد مش بلدي، كالتشر مختلفه، فلازم اواكب الموجه اللي انا فيها. سعوديين لبس معين مش لبسنا، لازم نلبس الثوب، نلبس الشماغ، نلبس الحاجه، مفيش حاجه اسمها شنط. فبدانا نمشي بالطريقه دي في الاول معاهم. انا واخويا دخلنا في اول تشالنج وكان صدمه. ناس ما كانش فيه تريقه، بس كان فيه اللي هو لا انت ليه، انت مش زينا، انت غيرنا، انتوا مين انتوا. فاضطرينا ان احنا نبقى زيهم، فبقينا بنلبس الثواب، ما بنشيلش الشنط. ماما تقول لنا خدوا الشنطه، خدوا سندوتشاتكم، ماما مش هينفع، احنا عندنا حته تانية خالص، مش زي ما انت عايزاها كيس وشنطه تاكل سندوتشاتك تعمل كده، لا احنا بنمشي بطريقه مختلفه. خلصنا الفيز دي، دخلنا على فيز ان احنا بقينا لازم نعمل جروب، لان احنا بقينا بنمشي مصري رايح ده جاي، فلازم نبقى معاهم وسطهم. فكوننا اصحاب وبقينا شبه سعوديين زيهم بتعليمهم. احنا عموما العيله بتاعتنا يعني ميدل كلاس، مش غاليين، لا موظفين عادي، ايجارات وعربيات كده، وقعدنا نعلى مع المستوى. بس كنا مدارس ناشونال، بس تربيه كويسه في مدارس ناشونال، المستوى اتقدم، طلعنا لمدارس ناشونال اعلى واعلى، لحد ما جه الفتره اللي احنا هننزل مصر. ابويا وامي كملوا في السعوديه وانا واخويا نزلنا مصر. حصل لنا كلتشر شوك رهيبه، وده كان التشالنج الثاني في التربيه، لان احنا دلوقتي التربيه اللي كان بيقول لنا اعمل وما تعملش، احنا دلوقتي في مصر مفيش اعمل وما تعملش. اللي انت كنت بتعمله ومتربي عليه وعارفه هتنزل تشوف هتعمله ازاي هنا. ونزلنا في الاول، انا خريج جامعه خاصه، بس في الاول اخويا اكبر مني ب4 سنين، فمر بتشالنجز قدامي، انا واقف وراه بشوف الشوك اللي هو بياخده، انا باخده بخفه اكتر، بس هو بياخد الصدمه كلها. يعني هو اول جامعته جت في بني سويف او في اسيوط تقريبا، في حته كده. فلما رحنا هناك بابا وماما اصروا نشوف الدنيا ماشيه ازاي. الموضوع كان ازاي هننقل حياتنا من مع بابا وماما ومدارس كويسه وبنروح كويس وكل حاجه، لان احنا نقلنا بقى في بلد تانية في حته تانية. فحتى الشوك جت على العيله عندنا لدرجه ان هم رفضوا الموضوع، قال لا هندخل جامعه خاصه. طب لما هندخل جامعه خاصه، من اساليب التربيه اللي هم اعتمدوها
بس انا اعتقد ان والدي ووالدتي ما كانوش واخدين بالهم من النقطه دي، بس ده فعلا اسلوب تربيه دلوقتي. دفعنا الباي سليب، جاب لنا الفاتوره بابا وماما، ادونا فلوس المصاريف، روح ادفعها، اعرف انت بتدفع كام، انت بيدفع لك كام، وهتدفع هتعمل ايه لما تروح هناك. فده كان تشالنج تاني. احنا دلوقتي في كلتشر مختلفه، بيدفع لنا فلوس احنا شايفينها وعارفين انت بتدفع لنا ليه، كان ممكن ما يدفع لناش بس بيدفع لنا. فانت ريسبونسبيلتي جت عليك زياده وانت لوحدك. طب هتمشي ازاي؟ تمام، كملنا. وطبعا بقول لك مدرسه في السعوديه ثانويه عامه عادي، فالانجليش طبعا متكحرت خالص، اللي هو انا لسه نازل بقى حياه في مصر، اللي هو هاي اي نيد بيتزا ولا اي ونت بيتزا، انتوا فين؟ انتوا بتعملوا ايه؟ فالدنيا لا متكحرته على الاخر. بفيز بقى ان انا هرفع الليفل بتاعي. انا كنت مع صحابي هناك الموضوع تمام، دلوقتي لا، انا بقى فيز اعلى، تشالنج اعلى. كمل، دخلنا نزلنا انا واحمد اخويا، العربيه معانا، قاعدين في البيت، ادونا حته دلع ما كانتش موجوده شويه. يحصل دروب بعد سنه ان اخويا يتنقل جامعه اسكندريه، يعني الجامعه بتاعته في اسكندريه، فانا واخويا بقينا انا بقيت لوحدي واخويا رجع لوحده تاني. طب ذن ايه اللي هيحصل بعد كده؟ العربيه اتسحبت، اخويا بقى قاعد في بيت لوحده، انا قاعد مع جدتي، الحياه نزلت تاني، مفيش عربيه، انزل بقى مواصلاتك يا حبيبي، خد مواصلاتك. انا فاكر ان انا كانت محاضرتي بتبقى 8:30، انا عشان اوصل المحاضره بنزل 6:15. انزل خد مواصله من البيت لحد عند النادي الاهلي، اركب مواصله تانية من النادي الاهلي تروح لحد شيراتون، تنزل من شيراتون يا توصل لاخر الشارع مواصله او تنزل وتمشي 10 دقائق. فابتدى ننزل تاني، فتشالنجز كتيره. اللي حصل ان التربيه بتاعتي اللي انا اتربيتها من بابا وماما في البيت دخلت مع التربيه اللي انا شفتها في الشارع، وان انا ازاي اواجه بقى اللي انا بشوف في الشارع. طب انا كنت في السعوديه بشوف ناس بيتكلموا معايا، دلوقتي انا في مصر بشوف ناس في المواصلات وناس رايح تعالى جاي. الموضوع كان صعب جدا لحد ما الحمد لله اتشيبت اللي انا فيه دلوقتي بالكاركتر بكل حاجه. فهي كان جزء كبير تربيه، وفي نفس الوقت جزء كبير اللي انت عاصرته، اللي انت عشت فيه، المناخ اللي انت فيه، المكان اللي انت فيه. بالظبط. التشالنج اللي انا جاي فيه بقى ده جالي بالظبط قبل ولاده بنتي باسبوعين، مش قبل ولاده، مش اول ما مراتي حملت او كده، لا. انا الحمد لله اتجوزت ومراتي جت فتره ان هي حامل. انا عموما انا فاميلي بيرسون جدا، بحب الاطفال جدا، بتضايقش خالص. الاطفال دوشتها بالنسبه لي بوزيتيف انرجي، دي حاجه فيا عامه، ده بجد فعلا. العب مع اطفال، لعبني مع اطفال، سيبني معاهم تمام، خارجين خروجه هات العيال كلها معايا في العربيه، روحوا انتوا يا جماعه انا ههندل واتبسط وكده. بس فكره ان بجد يبقى في بيبي معاك في البيت، انت بتصحى عشان بيبي صحي، انت بتنام عشان هو هينام، الروتين بتاع يومك تماما بيتغير، سيستم حياتك تماما بيتغير. انا قلت الموضوع هيبقى ولد، فتمام. انا كل حياتي ولاد خلاني، وحتى من ناحيه مراتي يعني ولاد خلانها، اغلب اللي حواليا كانوا ولاد. التشالنج اللي انا فعلا بقى جاي اتكلم عليه واللي انا جاي اشوفه النهارده، انا قبل ما مراتي تولد باسبوعين انا قلت انا مراتي هتخلف بنت. انا ما بعرفش اتعامل مع بنات في الحاجات دي. ولاد احنا بنتولد كحرطه 13 سنه، يلا حبيبي انزل بقى مواصلاتك، تصرف، انزل العب كوره مع صحابك، خروجات وبتاع. طب بنت، انا هربي بنت ازاي؟ انا ما بعرفش تربيه البنات. انا بالنسبه لي ميان دلوقتي اهي 2 تقريبا، كله اصحى يا اشطر كتكوت، يلا يا اطيب طيوب، اطيب طيوب واشطر كتكوت، ايه احنا عايزين؟ طب ده الصح في البنات؟ احنا في الولاد ما كنش بيحصل كده. وانا كل فعلا الفيز اللي انا عشت معاها في عيلتي وفي عيله مراتي وفي كل العائلات اللي حواليا كلهم كانوا ولاد. ما حطيتش في بالي ابدا ان انا فعلا ممكن اتحط في شوك ان انا عندي بنت، هتعامل معاها ازاي؟ اصحي ميان ازاي الصبح؟ يعني احنا اولاد اي حد، يلا حبيبي عندك مدرسه، قوم البس ظبط حاجتك انزل، تشد حيلك كده اتحرك معانا. طبعا مش بزعيق ولا بشخط وبتاع، بس في سنه مش قسوه، ممكن يبقى في سنه اللي هو لا انشف كده، شد حيلك معانا، اتحرك، هتشتغل لما يبقى عندك 13 14 سنه، تلم مصروفك وبتاع. لان احنا كنا كده. يعني احنا لما نزلنا مصر الموضوع بقى اختلف، لا فلوس هتقل شويه، حاجات هتقل شويه، بالذات بعد فيز اول سنه اهالينا اتعلموا فينا ان احنا لما خدنا كل حاجه لا بقى في حته بره الكنترول بتاعنا، نلعب كوره في وقت ما احنا عايزين، نسافر ما احنا عايزين، نعمل، مش هقول مش كل حاجه بتتقال، بس في حاجات ايه ده جت في دماغي، طب ما يلا نعملها، فاهم؟ ايه ده، يلا يا طارق نسافر دلوقتي، حاجه مجنونه والفرصه معانا والعربيه معانا والفلوس معانا، يلا. شك ان اخويا راح اسكندريه وانا قعدت هنا، دربكه الدنيا، لا انزل بقى تاني بالليفل تاني. وتشز ده اللي خلاني دلوقتي اعرف اهندل كل السيتويشنز بتاعتي. انا تمام هنا، انا تمام هنا، انا تمام. فالموضوع بقى لما دخل في بنت، ده بقى اكبر تشالنج بالنسبه لي. يعني لو ولد الموضوع اكيد تشالنج، واكيد مش هعرف برضو، يعني بالنسبه لي عشان مش معايا فانا حاسس ان انا هعرف اهندله، بس فكره فعلا ان بنت هطلعها ازاي
ما اعرفش. اوكي. يعني لو انا فهمتك صح قول لي، يعني لو انا فهمتك صح ان انت دلوقتي الكتالوج اللي كان معاك كان كتالوج لولد، في دنيا بتربيه، في كحرطه، في اهل، وفي مناخ، يعني في كذا حاجه اتغيرت. بس احنا دلوقتي عندنا ميان 2 بنوته، اصحي يا اشطر بنوته اصحي. هنعمل ايه؟ اشطر كتكوته واشطر بنوته فعلا. ازاي بنواجه الموضوع ده؟ الموضوع بيبقى اللي هو انا ما عنديش مشكله في الدلع، بس هل ده كافي في الدلع؟ هل هنشوف. نقلل نزود؟ هنجاوب، ما تقلقش. يس يا ريت. معانا داليا هنا هتساعدنا قوي. طيب شكرا جدا ان انت شاركت التحدي، واحب اسمع منك يا احمد. أنا أحمد علاء الدين، عندي 34 سنة، أب ليونس وحورية. يونس 6 سنين وحورية 3 سنين. أنا مجال شغلي أصلا في التربية، يعني أصلاً. أنا بابا في البيت وتربية بره البيت برضو في مجال التعليم والمدارس يعني. بس ده ملخص سريع كده لأنا مين يعني، أو بعمل إيه يعني. ما بشتغل في الاتنين مع بعض يعني. بس طب وايه التحدي بتاعك؟ التحدي بتاعي ان انا بدرس، انا درست تربيه وبزيد في الدراسه وبزيد في العلم بالذات، زائد كمان ان انا اب للاولاد وشغال في التربيه. التحدي بالنسبه لي ان انا ازاي ابالانس ما بين ان انا اربي كويس وان انا احافظ على نفسيه اللي تحت ايديا اذا كانوا في البيت او بره البيت. وازود حته كمان في التربيه ممكن يكون كان تطرق ليها محمد شويه، ان احنا اللي خدناه واحنا بنتربى هيطلع بشكل لا ارادي واحنا بنربي. وازاي اوزن ما بين ان انا اربي تربيه كويسه فيها اللي احنا بندور عليه، الصوره نحاول نوصل للصوره المثاليه في التربيه، وان انا احافظ على نفسيه اللي تحت ايديا اذا كان ابني او الولاد اللي انا بشتغل معاهم في المجال يعني. وازود كمان حته في الموضوع ان محمد كان تطرق ليها، الحاجات القديمه اللي احنا اتربينا بيها والمدارس القديمه، وكانت في زمن مش في الزمن اللي احنا فيه ولا في كل الانفتاح اللي احنا فيه ده. في ان انا ازاي الحاجات ديت ما تاثرش على تربيتي وانا بربي دلوقتي، لان هي هتطلع بشكل لا ارادي وبشكل بعقل اللاواعي، لان انت في الاخر هي دي اللي انت اكتسبته، فهو ده اللي انت هتطلع بيه يعني. فانت بقى ما بين المواضيع ديت، فانت ازاي توزن الامور دي. واعتقد ان احنا النهارده ممكن مع داليا تقدر تساعدنا ان شاء الله في الحل الامور ديت يعني. ان شاء الله. ان شاء الله. إن شاء شكرا الله. جدا على مشاركتك التحدي ده. شكرا. هو تحدي جاي يعني نابع عن برضو خبره وعلم في نفس الوقت، فاللي هو كل ما بتعرف حاجه كل ما بتفقه ان انت لا تعرف. بالظبط. وتحاول تشوف الجديد وتعمله وتحاول تدور وتجرب وتنفع ما تنفعش، وهي مدارس في الاخر. هي مدارس. ما اقدرش اقول فيها هم كانوا صح احنا اللي صح، اللي جاي هو اللي صح. صح. طيب هروح بقى ايه لداليا. احكي لنا داليا، ايه قصتك مع التربيه اوكي. انا ام لبنت وولد، ما يعني واحده بتشتغل والتاني في اخر سنه جامعه، فيعني مرينا بحاجات كتير قوي يعني لغايه دلوقتي. فلما فعلا قررت ان انا عايزه يبقى عندي اطفال، كان اهم حاجه بالنسبه لي ان انا استمتع بحياتي معاهم، لان انا كنت جايه من باك جراوند في شكل او باخر، ينفع ما ينفعش، صح غلط، مفروض تعملي كذا، لازم تعملي كذا. فكان في كده حته اللي هو انا يا اما اعمل المهمه دي صح يا اما هفشل، يعني في كده حته كده معينه عماله تلف في دماغي، وان في ستاندردز معينه او يعني توقعات حتى اكسبكتيشنز من الناس اللي حواليا، ان الناس بتعمل كذا والام الكويسه شكلها عامل كذا. انا كنت في الاول كده، مش هقول ان انا ما كنتش، انا كنت في الاول كده وخايفه جدا، يا ترى هبقى الام الحلوه اللي بيقولوا عليها دي ولا مش هعرف. اي حاجه بعملها هي محطوطه تحت الميكروسكوب بتاع ناس ثانيين عندهم توقعات معينه، مروا بالتجارب دي قبليه وشايفين ان المسطره بتاعتهم هي الصح. انا دام ربيت كده يبقى هو الناس كلها المفروض تربي كده. فكان في يعني ضغط كبير وبريشر كبير ان انا اؤدي دوري كأم بشكل معين. فضلت ماشيه في القصه دي شويه حلوين، لما قعدت كده وبصيت لقيت ان انا ولا مستمتعه بولادي ولا عارفه ان انا اعيش معاهم اللحظات بتاعت حياتهم. انا عامله زي ما اكون معايا تشيك ليست كده وعماله اخلصه، بعدين ننام ونصحى في تشيك ليست تاني ونخلصه، بعدين هنقوم وابص كده ايه ده، هو بقى يقول كلمه كذا، هو احنا ما كانش كان بيتكلم قبل كده، ايه ده دي بتمشي. ما خدش بالي قوي من الحته اللي هي كانت لسه بتقيم نفسها عشان تقوم وتعرف حتى تاخد الخطوه. فلقيت ان في حاجات كتير قوي عماله تفوتني، حاجات مهمه بالنسبه لي على الاقل يعني، وادراكي كأم هم كانوا لسه صغيرين.
كنت محتاجه ساعتها ان انا اقعد كده واخد بوز واشوف انا عايزه اعمل ايه اصلا. هو انا بقى القصه دي كلها انا عايزه اطلع منها بايه؟ عايزه فعلا ان انا اوفي توقعات الناس اللي حواليا وكلهم يقولوا لي برافو عليكي، ولا عايزه انا بشكل او باخر اعمل اللي انا هقول لنفسي عليه والله برافو عليكي في يوم من الايام. فده فرق معايا جدا، فرق في علاقتي مع اولادي، فرق في علاقتهم معايا، فرق بشكل او باخر في هدوئي. يعني كنت شخص تنس جدا، في تشيك ليست، ده لازم ينام الساعه 7، مش عايز ينام مش مهم، المهم ينام دلوقتي، دي مش جعانه لا ما ينفعش الساعه 3 يبقى لازم تاكل، لو ما اكلتش الساعه 3 تبقى في حاجه غلط. فالفكره ان انا ما كنتش بلبي احتياجات الولاد اكتر من ان انا كنت بخلص التشيك ليست بتاعتي. فلو هقدر اقول يعني رحلتي مع التربيه فكان ليها شكل في الاول، ولما تحولت بشكل او باخر اللي احنا بنتكلم عليه ده بقى ليها شكل تاني خالص. بقى ليها شكل تاني خالص. حلو قوي خبرتك، وانت يعني شخص من المستقبل لو نفكر فيها كده، صح؟ لان كلنا في الرحله. طب انا عندي سؤال لمحمد هشام. حاجه من الحاجات اللي داليا قالتها، حته التحديات اللي بتواجهها الساعه 7 التشيك ليست، لازم نعمل ايه، هنودي الحضانه، هنرجع من الحضانه، والحاجات اللي احنا بنشوفها. هل في تحدي معين انت دلوقتي بتواجهه او بتحاول تتعامل معاه مع ميان؟ انا الهدف بتاعي عموما في الاول وفي الاخر اني بجد اطلع ميان بتربيه صالحه، مش عايز اقول تنفع المجتمع عشان ما يبقاش الكلمه كبيره، بس عايز حد لما يشوف ميان يقول يعني شكرا للي رباها، ما اذاش حد، فاهمني؟ يعني حد البنت دي كويسه، متربيه، مؤدبه، اخلاقيا بقى في كل حاجه عموما، يعني فاهم؟ ده التشالنج الاخير. نقطه يعني دست على الجرح قوي ده. انا لسه امبارح كنت في فيز مهمه جدا مع مراتي، نايمه دلوقتي ليه؟ ده مش ميعاد ناب، لازم تصحى، لازم هتنام بالليل. ففعلا في حاجه التشيك ليست دي انا الصراحه من ناسها بحب اعملها، لان انا شخص روتيني شويه. في يعني انا بالنسبه لي الديسيبلين مهم جدا. انا بطبعي كواحد في البيت انا بعمل 1 2 3 بحب التزم بيه جدا، لان انا حاسس ان ده بينمي حاجات في المستقبل للشخص، ان هو شخص ملتزم في حاجته، ملتزم في مواعيده، ملتزم في نيته. لما الدنيا بعد كده تاخده ما يبقاش بينام في مواعيد، ما بيبقاش بيبقى بيتاخر، بيبقى بياكل غلط، هيجي في وقت هو هيفوق اول واحد. ايه ده؟ انا طول عمري ملتزم، انا متربي على الالتزام من صغري، الدنيا فلتت معايا سنه سنتين 3، بس جيت في وقت انا رجعت تاني. من الحاجات اللي حصلت ان احنا ميان بقالنا شهرين مودينا حضانه، ميان رجعت بشخصيه تانية، ترجع بتتكلم معانا، بتقول لنا حصل ديده كوكي، حصل بتقول كلام احنا مش عارفين ميان انت بتقولي الكلام ده ليه، بتقوليه ازاي. ابتدت طبعا احنا في البيت بنتكلم اي توبيك، اي موضوع بنتكلم فيه في البيت، بتلقط كلمتين 3 طول اليوم احنا رايحين راجعين بنقولهم. فاحنا هنعمل ايه؟ هنعمل موضوع مش هنتكلم في البيت، نقعد نشوف ميان خلاص ميان جت احنا ساكتين، ولا نستناها تنام؟ فالحاجات دي كلها بنقعد بقى استمراريه في ان انت تقول لها مثلا مش لا او ما تعمليش، بس استمراريه في حته ان اوكي دي بنرمي الورقه دي، بنروح بعد اذنك نحطوها في الزباله نرميها، تاني يوم نفس التوبيك، شيلي الورقه حطيها هنا، الورقه حطيها هنا. فانت استمراريه رهيبه في الموضوع، غير ما كنت انا مع العيال زمان ويلا العب ودي التربيه سهله وبسيطه وايه، اهو شيلها يا ابني حطها هنا، اهو شالها وحطها، انتوا متعصبين ليه؟ انتوا بتزعقوا ليه؟ فابتدينا نشوف حته اللي هو بص الاب والام دول بيعملوا ايه، مش شاطرين في التربيه. فعلا لما بتدخل جوه الموضوع، يعني انا اقل اكسبيرينس طبعا منهم كلهم، لما بتدخل جوه الموضوع فعلا مختلف، انت بتفيس تشالنج رهيب ان انت تكنترول يور سيلف، اعملي كذا ما تعمليش كذا. ميرنا دي راجعه باتيتيود مختلف، طب هي ليه بتعمل كده؟ طب هل الاتيتيود ده كويس ولا مش كويس؟ طب هنسكته ازاي؟ طب هننميه ازاي؟ طب ايه ده؟ دي طلعت مثلا بتحب تمسك ورقه وقلم وتقعد تشخبط، طب ده صح ولا غلط؟ ناس زينا لسه جداد، ارجع بقى اعمل ريسيرش، تلاقي تفتح النت ده صح ولا غلط، تلاقي من 5 سنين الكلام ده صح جدا، من سنتين ريسيرش تاني طلع على الاولاني الكلام ده غلط، اعمل بقى الصح الجديد، اعمل الصح، تعمل بقى تيجي بقى السنه دي يقول لك كل الاثنين اللي فاتوا دول كانوا غلط، واجه بقى الجديد ان انت هو يعمل غلط ما تبصلوش اصلا، سيبه ينساه. طب يا جماعه اعمل ايه؟ يعني انا اعمل ايه في الاخر؟ اعمل الصح، اعمل الصح. اعمل ايه في الاخر؟ هنروح فين هنا؟ طب ايه رايك يا داليا في الموضوع ده؟ وانا فاهمه قوي الحته اللي انت جاي منها بتاعت ان انت عايز تبقى مطمن اللي انت بتعمله،
جدا. عايز الى حد ما يبقى فيه فورمولا كده، عارف زي ما يكون في معمل لو حطينا ده على ده هيطلع ده، فاهم قصدي؟ فانت عايز تعرف الفورمولا عشان نوصل لحاجه معينه عارفين هتوصل لفين. بالظبط. الهزه اللي انت بتتكلم عليها ان بنتك طلعت بره الدايره بتاعتك دي باينه جدا بالنسبه لك. ايه ده؟ هي في ناس تانية هيأثروا فيها ولا ايه؟ بالظبط كده. فاهمه؟ رايك في ده ايه؟ هي بتطلع بره الدايره الصغيره اللي انت كنت راسمها، ومضطر ان انت كمان تقول لها طب خلاص ماشي اطلعي حتى لو انت ما نفسكش يعني، بس هي دي الدنيا. لازم. انت احساسك ناحيه ده ايه؟ انها خارجه بره الدايره دي. انا احساسي ومشكلتي هتفضل واحده، ان هي بنت، فانا عايز اخد بالي اكتر من الولد. يعني بمعنى ادق، انا بالنسبه لي الولد لو وقع اتعور، زعل من حد زميله، حد ضايقه خبطه زقه، تمام، لا عادي، ده صاحبك، اعمل معاه كذا، اتكلم معاه كذا، قلبي مش هيحن ليه او مش هيرق للموضوع زي ما هيفرق مع بنت. اوكي، بس دي بنت هتنزل تتخبط، بس خلينا هو ده افتراض طبعا. طب انا اسف، انا عايز اسال احمد في الموضوع في ايه رايك في الحته دي؟ يعني انت عندك ولد وبنت برضه. يعني هو زي ما دالي قالت، هو افتراض، بس هما في الاخر طول ما هما صغيرين هما بالنسبه لك حته منك. نفس الشعور للاتنين، يعني نفس الشعور كان عند يونس وهو صغير، ونفس الشعور لما جت حورية. ابنك او بنتك خايف عليهم من الهوا الطاير زي ما بيقولوا يعني. لكن انا فاهم انت بتتكلم في ايه، نقطة ان هي بنوتة، بنت صعب جدا فعلا، يعني احساس مختلف. استشعرته لما جت حورية والاتنين بقى كبروا، والاتنين بنصحيهم الصبح من النوم، او الاتنين بيخوضوا نفس التجربة. ده بيخشها ازاي وهي بتدخلها ازاي. هم دلوقتي الاتنين بيروحوا المدرسة مع بعض، فده بيصحى ازاي الصبح ودي بتصحى ازاي الصبح. ايه الريسبونسبيلتي اللي على يونس وايه الحاجات اللي على حورية. يونس بيحضر هدومه، حورية بنشاركها في تحضير الهدوم نوعا ما، يعني بتختلف شوية عشان السن وعشان هي بنوتة. يعني انا بالنسبة لي بنوتة لازم تطلع برنسيسة يعني، بس مش معنى كده انها تتدلع، ممكن شوية. ما هو النقطة بقى كلها الليمت فين؟ هتحط الليمت لفين؟ انت هتحط الليمت لفين؟ دي بتاعتك انت. انا لحد دلوقتي ما جربتش لسه احط الليمت الصراحه. الليمت لسه، والليمت ده هيبقى محتاج تجارب، انك تجرب وتشوف ايه المناسب بالنسبه للاهداف اللي انت عايز تحققها، وايه اللي غير مناسب بالنسبه للاهداف اللي انت عايز تحققها، انت بنفسك هتعمل المناسب بتاعك انت. صح. انا فاهم قصدك، لان انا ممكن اكون بعمل كده لا يعني من غير ما ادرك، بس انا مثلا لما خالاتها بيجوا وعمها بيجي، العيله بتيجي اهو ناس تانية بتاثر برضه. بالظبط، يجوا يقعدوا يدلعوا، دلع يدلع، فانا بقوم حاسس ان انا ايه، محتاج اوقف. ميان لو سمحت شيلي دي من هنا حطيها هنا، اللي هو ابتدي ادي اوردر، اللي هو اكسر حته اللي لا ايه الرفاهيه الزياده عن اللزوم دي، اكسر الحته، اكسر الدلع الزياده ده، لان فعلا كله بيجي توتالي دلع، ما بنتكلمش يعني. العيله من الناحيتين كلهم ولاد، فميان اول بنت في العيلتين، فحتى يعني الجدود والجدات كانوا مش بيقصوا على الاولاد بس، لا اعمل كذا اعمل كذا اعمل كذا. حتى كل دول دلوقتي يجوا يزعقوا، لا خلاص طب شيلي دي هتزعل، طب امسكيها بالراحه. ليه يا جماعه؟ انتوا كملوا، انتوا كنتوا كويسين. انتوا كنتوا هتدوها انتنشن كويسه ان هي لازم تشيلها. فلا التشالنج فعلا لسه ما عرفتش احط له الليميت، وبنجرب كل يوم في البيت. طب اجرب كل يوم في اي حاجه ابتدت تبان بالتجارب. هي مش قصة حاجات ابتدت تبان بالتجارب، بس في حاجات بقت أساسية. يعني احنا خلصنا أكل، يلا هنواش، هي تدخل من نفسها، تدخل تقف نستناها حد يساعدها يغسل ايديها. ما يعني يلا هننام، اوكي تقعد تقول ننام، نبتدي ندخل فيز ممكن ننام، طبعا لسه هنشوف. ففي فيزز كتيرة بنجربها، بس برضو يعني هقول بوينت برضو حضرتك قلتيها، اختلافات من بره، لا احنا في اختلافات من جوه طبعا. الأم غير غيري في السيستم التربية. انتوا 3 شخصيات، شخصيتك وشخصية مراتك وشخصية بنتك. هي كمان ليها عامل على فكرة، عامل كبير. ساعات بتكنترول علينا احنا الاثنين، واحنا لو نبص لبعض هنعمل ايه، هنقول ايه دلوقتي، هنتحرك ازاي. فالام والاب يعني انا ومرنا في البيت لا في اختلافات واضحة. احنا هنعمل هنا ايه، طب هي تاخد الناب دلوقتي ولا لا. فعلا زي ما انت قلتي التشيك ليست في الاول، بس انا اعتقد دي انا اتربيت عليها، ده اللي انا انت قلت كلمة ديسيبلين بالظبط. فانا في حاجات زي برضو ما احمد قال، في حاجات فعلا لما بترجعي ورا بتقولي ده كان في بارت من حياتي، في الجزء ده
حتى لو انا ما كنتش مقتنع بيه، انا ايه ده، طب وليه اخلي فيه تزمت كده، او ليه نعمل كذا ما نعملش كذا. لا، بيبان البارت، بيظهر يعني شئت ام ابيت، بيظهر وبيبان في لقطات بتعملها في التربيه. صح. فاحنا بنحاول نوصل للليميت المطلوب. بس لسه بما انكم ما شاء الله خبره اكتر مني، قولوا لي اخد الاكسبيرينس دي ازاي. يعني كده كلنا هناخد الطريق الصعب، بس سهلوا الطريق شويه. يعني ادخل يمين، امسك من هنا، ما تمسكش من هنا. اوكي، ممكن لو اقول حاجه بسيطه، ان احنا ممكن نبتدي بان احنا نبقى باصين على الواقع بيقول ان بنتي مهما كنت عايزه احطها في علبه مقفوله وابقى محافظ عليها وخايف عليها لحسن حد يتدخل بشكل او باخر في تشكيلها، فده مش رياليستيك او مش واقعي. مع ان نفسنا نعمل كده منطقي جدا عشان انا اطمن، انما ده هيأثر عليها هي ازاي؟ لو انت عملت ده بسبب ان انت عايز تطمن عليها، ده هيأثر عليها وعلى حياتها وعلى شخصيتها ازاي؟ هيحرمها من حاجات كتير. ده اللي انت عايزه؟ لا طبعا، للاسف. فخليني دايما ارجع للسؤال ده. انا عايزه اطمن، انا كشخص كبير عايزه اطمن. تطميني انا هيحرم الكائن ده من ايه؟ صح، للاسف. طب حبستي ليها في الجار دي هتأثر عليها هي ازاي؟ هتحرمها هي من ايه؟ فخليني اسأل نفسي السؤال ده كده كماركر. انت كأب ايه الاهداف بتاعتك انت ليها؟ محتاج تحدد انت حابب انك تحقق انهي اهداف معاها وهي عندها سنتين، دي اهداف، ولما تبقى 2.5 هتبقى في اهداف، 3 سنين هيبقى في اهداف، يعني كل شويه ده حاجه محتاجه تتجدد. ماشي. رياليستيك ليه الاهداف بتاعت 2 سنين ايه دلوقتي؟ لا للاسف، ما كل حتى الاكسبيرينس اللي حوالينا ما وصلتش لا للديب ان انا يبقى ليا اهداف لميان تطلع ازاي تعمل ايه. بس لا، انا هدفي دلوقتي ان هي ازاي. بنت عندها 2 سنين، اهدافك ليها ايه؟ ماليش دعوه بعدين، دلوقتي اهدافي ليها دلوقتي ان هي تبقى بتضحك اغلب الوقت، جميل، بتتبسط في اغلب الوقت، ما فيش اللي هو الممنوعات الكتيره، تجرب البيت فيه ايه، تلمس هنا، ننزلها الشارع، تروح جاردن، نروح جنينه حيوانات، نشوف حاجات، تشوف، حاول تتعلم، تشوف الدنيا ماشيه ازاي. كويس، حلو قوي. فاحنا هنا عارفين احنا عاوزين نروح فين كهدف. بالظبط. في سؤال كمان بقى، اللي انا بعمله ده هيوصلني للهدف ده ولا لا؟ is this effective؟ فعال في اللي انا هيجيب جون، يعني هيوديني الحته اللي انا عايزها؟ اكيد. طيب تيجي نبدل كلمه صح وغلط اللي احنا عمالين بنسمعها من اول ما ابتدينا سوا كلنا بنقولها بكلمه effective، فعال، بيوصل للهدف ولا لا؟ لو نام اللي انت عايزها تنام بدري، ايه هدفك من انها تنام بدري؟ تنمو افضل. حلو قوي. لو نامت 7:30 ده هيوصلنا لنفس الهدف؟ اعتقد اكوردنج برضو للاكسبيرينس اللي انا واخدها في الريسيرش اللي بنقراها. جميل. بيدوها مواعيد نوم، وزي ما انت بتقول الريسيرش كل شويه بيتغير. بالظبط. خلي بالك يعني حاجه معينه بقى محتاجين بس ناكد عليها، انت you are dealing with something that is very dynamic. انت معاك طفل، مش معاك آلة. الآلة نقدر نعمل لها سيستم وهتمشي عليه 0 1 0 1 0 1 ونعمل لها سيستم. انت معاك حاجه بتشتغل لوحدها. فاهم قصدي؟ فانت محتاجين نحترم ده طبعا. فاهم قصدي؟ هي ليها حاجات بتاعتها هي. فلو انت عايز جول ان هي تنام نوم كويس يؤدي الى بشكل او باخر صحه جيده، لو يوم نامت 7، يوم 7:30 ويوم 8، ايه الاخبار؟ لا ده تمام خلاص. الجاب بسيط بالظبط. فليتس بي فليكسبل، خلينا مرنين، عينينا على الهدف ونشوف اي حاجه بنعملها بدل ما نسال صح وغلط، خلينا نشوف ده هيوصلني للهدف ده ولا لا. مظبوط، صح. ايه رايك؟ تفرق كتير. اكتر تفرق كتير فعلا في حاجات كتير، لان فعلا الصح نسبي في حاجات، يعني ممكن ده يبقى صح. ثانك يو. اعتقد الافكتيف دي هتفرق فعلا كتير جدا في الموضوع. شكرا جدا ليكم. صح هو ده الصح. هو ده صح. احمد، انا بس عايز اقول على حته قالها محمد وداليا، وكانت داليا قالت عليها في الاول، ان انت تستمتع باللحظه، استمتع بالسنتين، عشان لسه ال4 سنين حاجه، ولما تدخل مدرسه حاجه، والاعداديه والثانويه، فكل مرحله زي ما هي قالت في الاول بالظبط تستمتع باللحظه دي. قبل ما تدخل حضانه كانت شيء، ولما دخلت الحضانه حاجه تانية خالص. كمان النقطه بتاعت الناس اللي بتاثر حواليها، هو مما لا شك فيه ان هي هتقابل ناس كتير وهتقابل دوائر كتير وكل الكلام ده، بس الشطاره بقى فينا
ان احنا نديهم التولز اللي لما يتحطوا في اي دايره تمام يقدروا يتعايشوا ويتعاملوا معاها. بالظبط صح. وان انت هم دلوقتي في مرحله اختيارك انت لحاجتهم اقوى من اختيارهم هم. فانت اكيد وانت بتختار الحضانه سالت عليها، شفت الناس اللي فيها، دورت على شفت النظافه بتاعتها، فانت هنا اطمنت للدايره. فدي تول من ضمن التولز اللي انت سبتها لها ان هي تتعامل بيها لما تبقى في الحضانه. فده كان بس ليا تعقيب كده في النقطه ديت، يعني مريت بيها في يونس وحوريه، ودلوقتي بقى مع الاستاذ يونس ابو 6 سنين. احكي لنا بقى. من التحدي اللي انا جاي علشانه ان انا ازاي اربيه وفي نفس الوقت ما اكسرش او ما اثرش على نفسيته. فمن ضمن الحاجات ومحمد كان بيتكلم فيها اللي هو او حضرتك قلت فيها تشيك ليست او يعمل ويسوي، يعني احنا عايزين نشوف فعاليه او ان هو بينتج شيء او يبقى شخص منتج في الاخر. فمن ضمن الحاجات الروتين شيء مهم جدا في حياه اي واحد. فمثلا يونس عنده تمرين سباحه وعنده حد شيخ بيعلمه قراءه القران مثلا او كل الكلام ده، فيجي في مره يقول لي كده ببراءه الاطفال: بابا انا مش عايز اروح النهارده. يروح التمرين ولا يروح التمرين او الحفظ؟ يحضر حاجه فيهم حاجه فيهم، يعني هو بيجيبها هنا وبيجيبها هنا يعني. فاللي هو انت بين نارين، ان انا اقول له خلاص ماشي وابقى انا كده كسبته وبقيت انا بابا الجميل والبابا الحلو، ولا ان انا اقول له لا هنروح علشان احنا بنلتزم وعلشان المواعيد وعلشان التمرين واحنا عايزين نوصل نبتدي ناخد ميداليات او نبتدي نخلص الحفظ اللي ورانا او نتعلم الحاجه اللي ورانا بشكل ما، وابقى ضايقته وجيت عليه ويبقى رايح متقدر. وساعات بنروح بنعيط بقى واسيبه طول الطريق بنعيط انا راجل انا عيط تحت ايدي ناس كتير قوي. هو شاطر كتير، شاطر جدا في القصه بتاعت عنده العياط الحته دي طبعا. شاطر فيها جدا وبيعرف يكسبها عند ماما اكتر من بابا. فاعمل ايه بقى في اللقطه دي؟ يعني انا دي من ضمن الحاجات او من ضمن المواقف اللي قدرت اسمي بيها التحدي اللي قدامي، ازاي اربيه تربيه كويسه وفي نفس الوقت ما اجيش على نفسيته يعني. اوكي. بس فانت بتتكلم على معضله او دايلاما في ان انا عايز يكون في روتين بس يبقى مش فيه عايز يبقى فيه غصب وانجاز. بالظبط، ما يبقاش فيه غصب. بنحاول بقى ايه نهفن، طب نوعد بحاجه بعديها، طب نحط تارجتس، نعمل شارت في البيت ونبتدي نشوف التشيكس اللي عملناها. بس ايه هي في الاخر تراي اند ايرور. اوكي. بس على طول باجي اقف عند الحته دي. وانا عارف وهي دي المرحله بتاعتنا دلوقتي مع يونس. ممكن اكون عشان اتعاملت مع سنين اكبر في المجال العملي فشايف التحدي ده بيجي قدام مع الاولاد الاكبر يعني. بس انا نظرتي اكتر لاولادي يعني دلوقتي. فاهمه جدا. هو فكره ان التحدي ده حاصل دلوقتي معاك ده معناه ان ابنك مطمن لك قوي، ان هو ما عندوش مشكله ان يقول لك لا. حلو. فاهم قصدي؟ فخلينا برضو نشوف الحتتين. كويس. فكره ان هو عنده راي ده معناه ان هو بيكون شخصيه وعنده بريفرنسز، عنده حاجات بيحبها وحاجات مش هيحبها. طيب هسال سؤال غليظ. وجوده في التمرين ووجوده في التحفيظ ده هدف مين؟ احنا الاثنين. انت وهو. احنا البيت انا وماما أوكي. وهو، يعني انا وماما طرف وهو الطرف الثاني. هو بالنسبه له ايه الهدف اللي عايز يحصل او يوصل له عن طريق الالتزام بالتمرين وبالتحفيظ؟ هو عنده هو من 6 سنين. هو مثلا هو متارجت او حابب ان هو ياخد، عايز يبتدي ياخد ميداليات. جميل. ده في التمرين. اوكي. ودي هتيجي بعد وقت شويه. اوكي. ونظرا انا عارف ان هو صغر سنه هو مستعجل وعايز، واحنا بنحاول نصبر، بنحاول نحط احنا بقى انجازات اصغر شويه. اوكي. يلا نوصل لليفل 4. طب لما نوصل لليفل 4 هنجيب الطقم الفلاني وحاجات كده. اوكي. بس احنا علشان هو مثلا حواليه رياضات تانية مع اصحابه بتبقى الميداليات فيها اسرع من السباحه شويه، فهو مستعجل. اوكي. طب بقى طلعوني من السباحه ودوني حاجه تانية. فهو يعني زي ما يكون عايز انه يوصل للحته دي، ان هو ياخد حاجه على المجهود اللي هو بيعمله، يكسب جايزه معينه. بنحاول بقى احنا نشوف لها طريقه، نحاول نتفق مع الكوتش من وراه، نعمل اي حاجه، بس بنشوف الموضوع نقدر نحققه ازاي. اوكي. ده هدفه هو. هدفنا احنا ممكن يكون احنا عارفين فوائد السباحه بتفيد الجسم. يونس وحورية مناعتهم كانت مش احسن حاجه. عرفنا ان السباحه بتقوي المناعه شويه ومحتاجه صبر مننا. انا واحد كنت بلعب سباحه،
فكنت عارف فايدة السباحة عاملة ازاي ومفيدة للجسم ازاي، كان من الرياضات الأكتر رياضات بتفيد للجسم. فده هدفنا إن احنا نبقى في رياضة، لأن احنا لعبنا رياضة تانية قبل السباحة، خدنا منها اللي احنا عايزينه سيبناها ورحنا للسباحة. وكانت اختيار السباحة هو شاركنا فيه، ايوه يعني احنا اوكي. شاركنا في الاختيار معانا، كنوع من ان هو لما يقبل على الخطوة يبقى موافق عليها، ما بنجبروش او خليناه يوافق على السباحة زي ما بنقول يعني. اوكي، هو في مقولة بتقول لك when you know the why you will know your how. كل ما تعرف الأسباب أو ليه أنا بعمل كذا، عايز أعمل كذا، رايح أعمل كذا، هتلاقي الطريق اللي هيوديك ناحية الحاجة. فيمكن هنا احنا محتاجين أكتر نقرب من الوايز بتاعته هو، الأسباب بتاعته هو، لماذا بتاعته هو. هو قال لك حاجة بوضوح كبير، هو عايز جوائز على المجهود اللي هو بيعمله. تعالى نتفكر معاه ايه الحاجات. وخلي بالك صعب قوي على الاطفال ان هم يستنوا على جايزه طويله المدى. دي حقيقه فعلا. يعني عارف ازاي صعب جدا يعني. فاسهل حاجه بالنسبه لنا ان احنا نخليه عندنا كده زي نقط معينه، كل ما يعمل حاجه مثلا كل 5 تمرينات هيروحهم هنعمل حاجه هو هينقيها، كل 5 تمرينات تانيين هنعمل يعني مش لازم تكون حاجه ماديه خالص. هي ممكن تبقى جدا حاجه هنعملها مع بعض. هنصور ونحط صوره للناس صحابنا ونوريهم قد ايه احنا شاطرين في التمرين. هنخلي الكابتن بتاعنا يتصور معانا ونوري لجدتي لجدي لخالي لعمي قد ايه انت شاطر في التمرين. حطوا اهداف بسيطه غير مكلفه للي هو عايزه. هو عايز ريورد، عايز يتشاف ان هو بيعمل مجهود، عايز يتقدر اللي هو بيعمله. فتعالى نشوف هنعمل ده ازاي لغايه ما نوصل للجائزه. الجائزه الكبيره. فعلا ممكن. عندي سؤال، مش انت بتعمل ده اوريدي؟ بعمل ده اوريدي. انا عندي سؤال. اتفضل. لو حطيت الجائزه عشان حاجه انا عايزها تعملها، is it right؟ دي بتاعتك، ده جول بتاعك انت، ده هدفك. بس is it right to احمسها ان هي مثلا مالناش دعوه بصح وغلط، لينا دعوه بكلمه فعال او غير فعال للوصول للهدف. اوكي. لا انا اقصد لو انا عايزه امرنها سباحه لان السباحه بتزيد المناعه وبتفيد. بالظبط. واحمد قال لنا على اسباب كتيره قوي طبعا فاليد 100 مره، رفضت من رفضت من اول ما دخلها. هو بنت عندها 2 سنين طبيعي تبقى رافضه انها تعمل مجهود، هي عايزه تقعد قدام تلفزيون تاكل وتشرب وتلعب وبس. it makes sense. ايوه فاهم قصدي؟ انا عن نفسي عاوزه اعمل كده. بس احنا كبار فعندنا اسبابنا، هم ما عندهمش اسباب. we need to make up الاسباب معاهم. make it interesting ليهم، خليهم هم عايزين يعملوا الحاجه. هم اللي هيجوا يقول لك انا ما روحتش التمرين امبارح، انا عايزه اروح التمرين. عشان المايلستون او الحاجه اللي هم كانوا عايزين يوصلوا لها، ولا عشان التمرين ممتع؟ ده حاجه ممكن نوصلها مش دلوقتي. صعب قوي ان انت تبقى بتتكلم طفل عنده 2 أو 6 سنين على ريورد مش ممسوك. بالظبط. هو ما يعرفش، ما يفهمش، مش هيمسك دي، مش هيفهم دي الا لما يتم 11 سنه 10 سنين. ساعتها هيعرف ان في حاجات مش ممسوكه. ممكن ان احنا نقول طب الاصرار لازم يبقى عندك اصرار، فعشان كده نروح التمرين. ايه هو الاصرار؟ يعني ما اعرفش. صح. وهتقولها له ازاي؟ هتفهمها له ازاي؟ الشوكولاته دي ولا ايه؟ بالظبط كده. انما لما نحط مع بعض حاجات معينه، عشان الطفل بيبقى دايما عايز يوصل لاهداف بسرعه، زي ما احنا كنا لسه بنقول، خليها حاجات بسيطه. كل ما تروح التمرين 3 مرات هنقعد في النادي نلعب نص ساعه في ملعب الكوره انا وانت مثلا. لو ولد، لو بنوته مثلا، هنروح اقعد معاكي في جنينه الاطفال وهمرجحك. بالنسبه للطفل ده حاجه، يعني حاجه كبيره. انت هتسيب كل حاجه مهمه في حياتك تقعد معايا انا؟ لا، دي حاجه حلوه. فاهم قصدي؟ فمش لازم خالص الحاجه تبقى كبيره ولا ماديا بندفع فيها فلوس. هي مجرد ان انا اكون بدي الريورد اللي احنا بنتكلم عليه او المكافاه دي بشكل مستمر على فترات صغيره عشان هم يكملوا معانا. بس هنا بقى بيجي تحدي صغنن كده، مجريات الحياه واللي ورانا هيسمح لنا نعمل كده ولا يعني ممكن ممكن لا، ممكن مزاج مش رايق مش فايق. ده اللي احنا كنا بنتكلم عليه في الافكتفنس. انا ممكن اعمل كده حلو قوي الشهر ده، واجي الشهر الجاي اعمله 2 مرات بدل 4. is this good enough؟ ده هيوصلنا للجول. خلاص it's working. اوكي، يعني انت كده ماشي كويس. فلكسبيليتي هي اهم حاجه جدا، يعني دي مهمه جدا. وده هيتعلموه هم منك كمان. لما انت تعمله ولادك هيلقطوه منك من غير ما تعمل مجهود فيه. طيب انا هسألكوا سؤال، هسأل نفس السؤال ليكم انتوا الاثنين، واسأل سؤال مختلف ليه كده ليه. اوكي. طيب السؤال هو، لو
ولادكم بيتفرجوا على الفيديو ده بقى عندهم 18 سنه، مم. تحبوا توجهوا لهم رساله ايه في المستقبل؟ نبتدي بيك يا محمد. ابتدي بيه. اعتقد ممكن الرد يفضل واحد عند الكل، بس ان احنا فعلا يعني انا كمحمد هتقول ايه يا بحاول ميان؟ يا ميان اعمل كل ما هو كويس ليكي عشان اعرف اطلعك كويس. تقصيري بقى ده غصب عني، سامحيني فيه. قله تقصيري في جزئيه انت كنت شايفاها ممكن انا مش شايفها طبعا، يعني برضو غصب عني. فانا بعمل اللي عليا واحاول اعمل اكتر من اللي عليا كمان عشان بس تبقى هي كويسه ومبسوطه وطالعه صالحه للمجتمع كله. شكرا محمد، عفوا. وان شاء الله ميان هتشكرك. ان شاء الله لما بإذن تبقى الله. 18 سنه فرجها الفيديو ان ده. شاء الله اكيد. ده من 18 6 سنين هفرجها. احمد 18 سنة يتفرجوا عليا يقولوا ايه ده؟ موضوع ما فكرتش فيها خالص يعني قبل كده، بس يعني اتمنى ان هم اقول لهم حاولت اديكوا كل اللي موجود ولسه فيه، يعني ده 18 سنة، ده لسه قدامه حاجات تانية يعملها ولسه قدامي ان شاء الله نفضل مع بعض يعني، واديله اكتر من كده، واقول له ان زي ما داليا قالت ان ان الامور تراي اند ايرور، وفي سن 18 يعني تعاملي معاه هيبقى مختلف، فاقول له يلا نكمل بقى انا وانت مع بعض. دلوقتي هو ليه دور معايا يقدر يعمله، او هي حوريه، يونس حوريه، يلا نكمل مع بعض اللي جاي من حياتكم وحياتي يعني ان شاء الله. جميله قوي ان هي انت مدي نفس الرساله لحوريه ويونس. ويونس يبقى لا 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 يبقى اعمل واجب. انا صراحه بالنسبه لي الولاد هم ولاد، اذا كان ولد او بنت يعني احتياجاتهم واحده، بس ممكن بقى نوصل في مرحله زي ما داليا قالت، يعني باصين قدام قوي، يعني 25 سنه و30 سنه الامور هتختلف والتارجتس هتختلف منهم، لكن في الاخر لا، هو الاحتياجات واحده عند الاثنين اذا كان ولد او بنت. شكرا احمد. شكرا يا طارق. داليا، ايه الرساله اللي انت توجهيها لكل اب وام بيمروا بالرحله دي حاليا؟ اوكي، هو كلامي طبعا هيبقى يعني جنرال قوي، بس لو احنا عايزين نوصل حاجه لكل اب وام، اول حاجه من تجربتي انا هقول استمتع بكل مرحله، لان احنا مش هنعرف نرجع لها تاني. سنتين وخلصت، 3 سنين وخلصت، فخلينا نستمتع بكل مرحله، لان كل مرحله ليها شكل وليها استمتاع مختلف. لو دي حاجه من الحاجات. الحاجه التانية ان احنا ما نخافش نغلط. يعني لما بقعد مع اهالي واسمع، دايما الاهالي بيبقى عندهم فكره انا ما ينفعش اغلط. دي هو الحقيقه ان احنا كلنا هنغلط، والعلاقات عموما عادي ان احنا الاتنين نبقى في بينا مشاكل، ده العادي في العلاقات. مش مشكله ان احنا نتخانق او نغلط او نعمل، المهم ان احنا نعرف نصلح. يعني الريبير اهم 100 مره من ان احنا اصلا ما يبقاش فيه كونفليكت او في مشكله او في حاجه مش عاجبانا احنا الاثنين. كده كده هنتخانق، ولو اتنين مع العلاقه وما بيتخانقوش يبقى في حاجه غلط. مفيش علاقه ما فيهاش خناق، حتى مع الولاد الصغيرين والولاد الصغيرين مع بعض، وكل اي علاقه فيها خناق اعرف ان دي علاقه بجد. مش مشكله ان احنا هنتخانق وهنقول حاجات مش هتعجبهم وهيقولوا لا واحنا نقول لهم لا، وهيبقى في بيننا كل الحاجات دي، انا هغلط وانت هتغلط وكلنا هنغلط. المهم ان احنا نعرف نصلح. الريبير اهم شيء في العلاقات، نعرف ان احنا نريبير اي حاجه فيها بوظت العلاقه بشكل او باخر. ولو انا اتعلمت ده وعرفت اعمله، ولادي هياخدوه مني وهم كمان هيعملوه في علاقاتهم، فهطمن عليهم في الحته دي برضه. فمش مهم هغلط ايه، يعني هيحصل ايه ولا حاجه، هنعرف نصلح الغلط، ده اهم. فلو دي حاجه يعني اقدر اقولها، دي حاجه مهمه. شكرا جدا. شكرا ليك. نورتوني يا جماعه. شكرا بيك. شكرا ليك يا طارق. احنا دخلنا على المغرب مع بعض. صح. مش كلنا كده نخش ننام الساعه 7 نخش تنام. خلاص بقى نبقى فلكسبل. ماشي. يعني دي الحاجه اللي انت تقول اكتسبتها من النهارده؟ طبعا ابي فلكسبل اكتر شويه، which is والله موجوده، بس هحاول اشوفها موجوده ولا لا، ابدل صح is it effect ولا لا، استمتع. 3 نقط مهمين جدا، انا مبسوط ان انا طلعت بيهم فعلا. شكرا ان انت شكرا. شكرا محمد. طب احمد، اسالك نفس السؤال، ايه الحاجات اللي انت اكتسبتها من النهارده؟ تراي اند ايرور، جرب، هنغلط وهنصلح الغلط، دي مهمه قوي، مهمه جدا جدا جدا.
وفعلا فعاله. لا وكمان عجبني قوي انزل روح لاهدافه علشان يعني زي ما اللي هو مش لامس اللي احنا بنقوله، فنروح لحاجته ونقرب منها شويه. دي كانت مهمه قوي لما داليا قالتها، فدي من الحاجات اللي طلعت بيها النهارده. تحفه. شكرا يا احمد، نورتوني يا جماعه جدا جدا جدا. شكرا يا طارق، وكانت حلقه شيقه جدا، وحاسس ان الحوار هو مش هيقدر يخلص في قعده. لا واحنا عندنا لسه في كتير و6 سنين ويعني فطبعا ده اللي بنحاول نعمله في هيلب يور سيلف، ان احنا نبتدي الحوار ان الناس تقدر تساعد نفسها بنفسها، وان شاء الله ده يكون بدايه لحوارات كتيره اكتر في مواضيع شكرا التربيه. فعلا والله في حاجات كتيره فرقت بجد بجد. شكرا. شكرا جدا. شكرا شكرا داليا. شكرا. شكرا.